أكلتنا النهارده بقى شتوية تحفة جدا للناس البردانين اللي دايما محطوطين تحت البطاطين وما بيحبوش يقفوا في المطبخ كتير. لايك وشير والهبة تي في وحاجة كده في منتهى الجمال. تلت ساعة بالظبط واكلتنا النهارده هتكون جاهزة، وكمان جنبيها شوية رز بالخضار، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة على طول. اول حاجه نوج لحمه. انا عندي هنا نص كيلو من اللحمه، انا مقطعه مكعبات بالشكل ده، وكمان مقطعه جنبيها كده حبه من القص او الدهن، يعني اللي انت تختاريه تقدري ان انت تقطعيه. هنجيب بقى البصل بتاعنا ونبدا ان احنا نقطعه مكعبات بالشكل ده. كمان عندنا بطاطس. الوصفه دي سهله جدا ان انت تحطي فيها كل انواع الخضار اللي انت حباه، يعني مش هقولك ان انت تكتفي بنوع خضار واحد، لا، الوصفه دي تقدري تقطعي فيها جزر، تحطي فيها كوسه، تعملي فيها بسله، اي نوع خضار انت حباه متاح ليكي. قطعنا بقى جزر وبطاطس، عندنا كمان فلفل، وكمان قطعنا كده 2 من البصل مقطعاه كده المكعبات. جبنا الجريلا بتاعتنا وهنبدا بقى ان احنا ننزل بشويه من الزيت عليهم كده، معلقتين 2 من الزبده، وهننزل بقطع اللحمه بتاعتنا. بمجرد ما احط اللحمه لونها على طول هيتغير بالشكل ده. اول ما ينزل الميه بتاعتها هنبدا بقى ننزل باول حاجه وهي الجزر والبصل. هنبدا ان احنا ننزل بيهم الاتنين. ليه؟ لان انا محتاجاهم يتبلوا، لان دول اكتر حاجه بياخدوا سوا، غير طبعا البطاطس وكمان الفلفل. نقلبهم كده لمده لا تقل عن دقيقتين 3، وهسيبهم كمان على النار لمده 5 دقايق. بمجرد ما البصل بتاعي يدبل كده نبدا بقى ننزل بالبطاطس بتاعتنا، وعلى طول هننزل بشرايح الفلفل. زي ما قلت لك تقدري ان انت تحطي اي نوع للخضار، لو ولادك ما بيحبوش الخضروات فالوصفه دي حلوه جدا ومفيده ليهم. هننزل بقى بمعلقه من الكمون، عندنا كمان فلفل اسود، معلقه من الملح، وكمان معلقتين 2 من الصلصه، او تقدري تقطعي طماطميه صغيره، وكمان معلقه من دبس الرمان. عندنا بقى البهارات الهنديه لا غنى عنها طبعا، للي دايما متابعيني عارفين ان انا دايما بحب احط الوصفاتي والاكلاتي هي البهارات الهنديه، في منتهى الجمال، بتدي للطعم كده الحاجه طعم كده لا يقاوم. كمان نص كيلو من نص كوب من الميه، وهنبدا بقى نقلبها على النار، وكمان هسيبها على النار لمده 5 دقايق كمان. يعني بعد ما احط البطاطس واقلبه هسيبها كده 5 دقايق، وبعد كده هنبدا ان احنا نوطي النار عليها كمان شمعة كده لمده 5 دقايق تانيين. كده الوصفه انتهت معايا. نجيب بقى شويه رز كده وهنعمل رز بالخضار. عندنا جريل على النار فيها شويه زيت، بصله صغيره جدا مبشوره، عندنا بقى كمان جزر، وكمان عندنا بسله. هنقلبهم كده على النار تشويحه، وبعد كده ننزل بكوبين 2 من الرز المصري غسلاه ونقعاه كويس جدا من الميه، ونقلبه على النار لمده 10 دقايق متكاملين، بحيث ان انت تحسي ان الرز كله كده بدأ يمسك في بعضه. هننزل على طول بكوبين وربع من الميه، ونحط بقى الملح بتاعها، ونسيبه لمدة 15 دقيقة على النار. كده قبل ما الرز بتاعنا يستوي اكلتنا النهارده استوت تماما. اخدت على النار لا يقل كده عن 20 دقيقه، ما بتاخدش اكتر من كده. هنرفعها من على النار، وكمان رزنا النهارده استوى بسرعه جدا، يعني بسرعه الصاروخ. شايفين ما شاء الله، كوبين وربع من الميه على كوبين من الرز المصري، تمام جدا. الاكله دي بقى ما بتتاكلش الا بكده، يعني رغيف عيش، وتقدري بقى تغمسي كده من الجريلا، حاجه خرافيه تحفه بجد، طعم كده لا يقاوم، وكل واحد بطبقه كده. والرز المصري بتاعنا ده تحفه. اعمليه للاولاد بدون لحوم، حلو قوي، مفيد جدا، في خضار تقدري تزودي كمان كميه الخضار. بألف هنا وشفا بجد. بحبكم في الله، في رعاية الله. بحب دايما انتوا تكتبوا لي تعليق حلو، وجربوا وصفاتي وتكتبوا لي في التعليقات. ولو حابين ان شاء الله الايام اللي جايه وصفاتي اللي جايه تكون صامته، اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في.